عاجل. التلفزيون السويسري يكشف طوارئ في الفيفا بعد استبعاد الكاميرون من المونديال وتأهل الجزائر رسميا. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعلن التلفزيون السويسري منذ قليل من داخل مقر الفيفا أن الفيفا في حالة طوارئ الآن بعد استبعاد المنتخب الكاميروني من كأس العالم، توقيع عقوبات بالجملة على الكاميرون. وأكد المصدر أن سبب استبعاد المنتخب الكاميروني من المونديال هو اعتراض سويسرا والبرازيل وصربيا المتواجدة في المجموعة السابعة مع المنتخب الكاميروني. وأكد المصدر أن الدولة السويسرية هي التي تدخلت بشكل قاطع في استبعاد الكاميرون من كأس العالم. وكشف المصدر أيضا أن الفيفا لم تحدد حتى الآن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون أو تأهل الجزائر مباشرة إلى كأس العالم. وكشف المصدر أن هناك تطورات أخرى ستكشف عنها الفيفا في الأيام القادمة في مؤتمر صحفي عالمي سيعقد يوم 29 من الشهر الحالي. وفي النهاية، لو أنت محب لتأهل الجزائر مباشرة إلى كأس العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.